وبهذه الطريقه كيجي الحوت بنين بزاف وبلا كثر الثمن، وحيت طلبتوه مني في ستوري فنزلته لكم اليوم. هنا غادي نستعمل الحوت ديال السلمون كبير. اول حاجه كنغسلو مزيان وكنسقطرو. غادي نفلحو على هذا الشكل غير من جهه وحده باش منين نجي نهز الحوته ديالي ما تحلش ليا. نعصر عليه الحامض مزيان، غجغجوه بالحامض، ندردر عليه الملحه حتى هي مزيان باش يجيكم بنين، لان ما تيكونش مالح بزاف. هنا درت الاكليل الجبل او اليازير كيف كنقولوا ليه في المغرب. كندخلو في الحوته مزيان. جبت الطاوه اللي غندخل فيها ندير فيها الفلفله مقطعه بالالوان، وطوماط سوريس او مطيشه كبيره تقطعوا على جوج ماشي مشكل. ندردروا عليهم الملحه واليازير وزيت الزيتون مباشره. كندخلوه الفران على 200 درجه، ما كنغطيوه ما والو، كنديرو فونتيلاتور وكنخليوه يطيب. بقيله كندير زيت الزيتون، كنخلي البصله تقلى مزيان، نزيد عليها الاوريغانو ونزيد عليها اليازير. الاوريغانو قيله هو زعيطره في المغرب. وكنزيدوا الثومه مقطعه، شامبينيون، كروفيت اختياري. كنزيد الكريمه السائله وجوج معالق ديال الطوماط صالصه، وكل شيء غنخليه لكم بالعبارات تحت لا فيديو. صافي هنا من بعد ما طاب الحوت كيف ما كتشوفوا كنخرجوا من الفران وكنحطو في صحن التقديم. كنحيد ديك القشره لانني غنسقيه بهذيك لاصوص. هاد لاصوص كتبقى اختياريه، غير هي كتجيكم مزيانه، ما كديروش حاجات اخرين مرافقه فاش تغمسوا. هادشي علاش. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش يا لايك لا فيديو. كيف العاده تقولوا لي شنو تبغيوني نشارك معكم في الوصفه بروسيما.